صباح الخير وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات مطبخ دودور. وصفتنا النهاردة عن البانيه. هنعمله بطريقة لذيذة وطعمة جدا. في البداية خالص هنجيب بصلة مبشورة، هنبشرها من الناحية الناعمة من المبشرة، وهنحط عليها نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود ونص معلقة صغير من الملح، وهنجيب الفراخ بتاعتنا ونبدأ نحطها ونخلطهم كويس مع بعض، نلفهم بستريتش وفي التلاجة. دلوقتي هنا هنعمل التتبيلة الأساسية بتاعة الفراخ. عندنا كاتشب ومستردة وبهارات فراخ وزبادي. بهارات الفراخ دي أنا هنزل لكم فيديو قصير جدا عن طريقة عمايلها. المهم دلوقتي هنحط الزبادي وعليها معلقة المستردة بتاخد معلقتين كاتشب. أنا كنت متعودة إن أنا أعمل بالنظر فما كنتش واخدة بالي، ففي النهاية زودت كمان معلقة من الكاتشب وعليهم معلقة كبيرة من بهارات الفراخ، وطبعا ما ننساش نص معلقة صغيرة من الملح. هنعمل الخليط ده كويس، نمزجه كويس مع بعض، وبعد كده نجيب الفراخ بتاعتنا نشيل من عليها طبقة البصل، ننضفها كويس جدا ونحطها عليها ونلخبط، يعني نخلطهم مع بعض بشكل كويس، وبعد كده نلفهم بستريتش تاني ونحطها في التلاجة حوالي ساعتين. بعد كده لما تطلع من التلاجة هنعمل لها خلطة بسيطة جدا بدون بيض وبدون أي حاجة، ومش هتفك. وتابعوني لنهاية الفيديو وانتوا تشوفوا الفراخ لا هتفك، لا هتسيب الخلطة ولا هيجرالها أي حاجة خالص. دلوقتي هنا هنبدأ نحضر الطبقة الخارجية. الطبقة الخارجية دي ليكوا حرية الاختيار في هتستخدمي معاها ايه. عندي هنا صينية بحط عليها كيس تلاجة مفتوح، وبحط هنا فيجيتار كنور، وبعد كده فيجيتار من عند العطار، وكريسبي برضو بجيبها من عند العطار. اسمها خلطة كريسبي، خلطة كرانشي زي ما بيسموها يعني. وبعد كده بنمزج الخليط ده كويس جدا مع بعض، وبعد كده بإيدي يعني إيدي اليمين المفروض تفضل نضيفة، بس أنا عندي هنا حصل لخبطة. همسح إيدي دلوقتي بمنديل وارجع تاني. المفروض إن أنا أمسك الفراخ بإيدي الشمال وإيدي اليمين تفضل نضيفة، علشان هي دي اللي بتعامل بيها مع الفراخ والخلطة. زي ما انتوا شايفين أحط الفراخ والخلطة لازم تغطيها من كل الجوانب بكفة إيدي بصوابعي. المهم إن الخلطة لازم تغطي الفراخ من كل الجوانب. دلوقتي هنا الكمية كلها خلصت معانا، هحطها في التلاجة حوالي ربع ساعة بس، وبعد كده اجي بزيت جزير على النار. وللأسف أنا حصل معايا كده شوية لخبطة، ففي جزء من الفيديو للأسف اكتشفت إن هو متصورش. المهم إن أنا هنا في زيت غزير على النار بحط الفراخ. بعد ما يكون الزيت سخن معايا كويس جدا، الفراخ تاخد صدمة من أول جنب، وبعد كده أقلبها تاخد صدمة من الجنب التاني، وبعد كده أخلي النار نار متوسطة لغاية ما الفراخ تتحمر معايا. ضروري جدا إن أنا أطلعها على مناديل المطبخ لأن بتبقى متشربة زيت، فلازم المناديل تسحب منها الزيت ده. وبعد كده بنقلها في طبق تاني للتقديم بقى. وزي ما انتوا شايفين الفراخ من غير بيض ومن غير أي حاجة، والخلطة لا سابت الفراخ ولا حصل أي حاجة، زي ما انتوا شايفينها ما شاء الله تبارك الله. والطعم مقولكوش عامل ازاي. في النهاية ما تنسوش تدعموني باشتراك في القناة وتعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وشكرا لمتابعتكم.